الجولة السابعة هي جولة التعويض لكل واحد واقع في الترتيب زي مشالي كده. النهاردة هديكم شوية نصايح بالأرقام بس بعيد عن المنطق شوية. مشالي كان فاكر نفسه بيذاكر الداتا، بس السيستم بتاعي أدق من كل ده، وأنا جاي النهاردة أصلح له الغلط بتاعه. خد عندك إحصائيات الجولة السابعة سواء للكلين شيتس أو الأجوال، بس عايزك تركز على الماتش اللي محدش هيبقى عينه عليه وكل الناس بتبعد عن لعيبته، ماتش ليفربول وتشيلسي. خدها مني، صلاح وإيزاك هيتألقوا الماتش ده. أما عن لعيبة أرسنال فأنصحك جدا بيها، مش علشان بس الجولة السابعة ماتشهم كويس بس، لأ، ماتشاتهم اللي جاية بقت كويسة جدا وهينافسوا دلوقتي خلاص على الدوري. ولو عايز تعمل تريبل كابتن لهالاند الجولة دي، أحب أقول لك إن هو هيجيب أكتر من الجولة اللي فاتت. وشايف ساندرلاند اللي تحت خالص دي، أقول لك على لعيبة منها تجيبها في الجولة دي وهيتألقوا. وما تنساش لعيبة برايتون اللي لازم تحطها في الحسبان الفترة الجاية، لأن أرقامهم والسيستم بتاعي بيقول إن هم حلوين جدا للفترة الجاية. خد عندك بقى النقط بتاعتي كده علشان تشوف أنا عملت إيه الجولة اللي فاتت. وطبعا زي ما أنت شايف من وجهة نظري نجم التشكيلة مش هالاند، لأ، اللي أنا شايفه إن جابرييل هو نجم التشكيلة. طبعا كلنا عارفين مشالي عمل فيه إيه بالظبط، كان حاطه على الدكة. والأهم إني سهم أخضر وبقيت في ال300 ألف الأوائل. تعالوا نشوف تشكيلتي للجولة الجاية هتبقى عاملة إزاي. خد عندك التشكيلة. أنا عملت ترانسفير، مشيت سيلز وجبت بوب، ونزلت ماتي كاش على فان ديفين. وخد عندك دي كمان إن أنا هتربل هالاند في الجولة اللي جاية. تعالوا نشوف أهم اللعيبة اللي ممكن تفكر فيها في الترانسفيرز للجولات اللي جاية. عندك في الدفاع بوتمان من نيوكاسل، في نص الملعب صار ومنتا وساكا وجوردون وفولتميدا اللي هيتألقوا الجولات اللي جايه. بس غالبا انت شفت اللعيبه دي في حتت كتيره قبل كده وممكن تكون حاطط عينك عليهم عادي، بس خد عندك بقى الاتنين لعيبه دول اللي محدش هيقولك عليهم في اي حته، وممكن كمان ما تعرفهمش. خد عندك انزو لوفيه من ساندرلاند سعر 4.9، وبونديا سعر 5.3 من استون فيلا. وحاسبني بعد جولتين 3 على اللعيبه دي. ويا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو عجبك الفيديو.